السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. لو انت لايص ومش فاهم الدوري هيبقى نظامه ازاي واللي حصل واللي هيحصل الفتره الجايه، هلخص لك كل القصه دي في الفيديو ده ان شاء الله. احنا كنا 18 فرقه زي كل موسم عادي. الموسم اللي فات لسبب لا يعلمه الا الله قال لك لا يا جماعه احنا هنلغي الهبوط، مفيش فرقه هتهبط، فاحنا مكملين 18 فرقه زي ما احنا. طب انا عندي 3 فرق جايه من المحترفين، هنعمل فيهم ايه؟ قال لك هيلعبوا الدوري برضه. طب احنا كده بقينا 21 فرقه. احنا اصلا ما كناش بنعرف نلعب ال 18، هنلعب 21 فرقه ازاي؟ انا مش فاهم بصراحه. ولكن هنشوف اللي هيحصل. المفروض اللي رابطه الانديه منزلاه ان هيحصل على مرحلتين. الدوري هيبقى على مرحلتين. المرحله الاولى هيبقى 20 مجموعة، 20 جولة، كل فريق هيلعب 20 ماتش وفي ماتش هيبقى باي. يعني طبعا انت عندك 21، ففي جولة كده هتبقى كل فرقة في الجولة دي مش تلعب ماتش. يعني مثلا الأهلي الجولة السادسة مش هيلعب، بيراميدز الجولة السابعة مش هيلعب، وهكذا يعني. كل جولة في فرقة مش تلعب ماتش. طيب المجموعة التانية، المرحلة التانية اللي هيحصل فيها، اللي هيحصل كالتالي: انت عندك 7 فرق هينافسوا على اللقب. كل فريق فيهم هيلعب 6 ماتشات على المنافسة على اللقب. وال 14 فرقة التانيين هيتنافسوا على الهبوط. كل فريق فيهم هيلعب 13 ماتش لحد ما يشوفوا هيهبط كام واحد بقى يا سيدي. بعد القصة دي كلها هيهبط 4 فرق. طب السنة الجاية ايه اللي هيحصل؟ هيطلع عندي 3. يعني كده هبطت 4 الموسم ده، هيطلع عندي 3، فهبقى كام فرقة؟ هبقى 20 فرقة. وهلعب الدوري على نفس القصة برضه، مرحلتين. المرحلة الأولى كل فرقة هتلعب 19 ماتش. الفرقة الماتش التاني، المرحلة التانية كل فرقة هيتقسموا 10 و10، 10 منافسين على اللقب و10 بيتنافسوا على الهبوط. ونفس القصة. طب هنزل 4 برضه وأطلع 3 تانيين. فأنا كده هبقى كام؟ هبقى 19. أنا هفضل ماشي على القصة دي لحد ما أرجع 18 تاني. طب ليه العكة دي كلها؟ أنا مش فاهم. يعني أنت دخلتنا في حسبة بيرما دي كلها ليه؟ ما يهبط الإسماعيلي يا عم. لو الأهلي نفسه اللي أنا بشجعه وهبط، ما يهبط يا عم. ده احنا مش عارفين يا جدعان. ده احنا انت كمان بقى في كارثه اكبر هقول لك عليها في الفيديو. فكره ان انت الموسم الجاي ده انت عندك كاس عرب، انت مشارك فيه طبعا. عندك بطوله افريقيا في بدايه 26. طب انت مع التوقفين دول، غير التوقفات الدوليه، غير الاجنده الدوليه بتاع الفيفا كده كده اللي هي بتاع تصفيات كاس العالم، هتعمل كل ده ازاي وانت؟ انا مش فاهم. يعني انت ده عندك توقف للكاف هيبقى حوالي 50 يوم، وعندك توقف لكاس العرب، وعندك الاجنده الدوليه بتاعتك. طب الدوري ده اللي انت بتتكلم في 21 فرقه هتلحق تخلصه؟ انا بصراحه مش فاهم ومش عارف هيخلص ازاي. عشان للامانه يعني انت عندك توقفين دوليين كبار جدا اللي هم بتوع كاس العرب وكاس افريقيا. هتلحق امتى تلعب ال 21 فرقه والقصص دي كلها في امتى؟ لما احنا كنا 18 فرقه وما عندناش توقفات دوليه وكنا بنعطل بسبب التاجيلات اللي بتحصل. هتعملها انت ازاي ب 21 فرقه؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي. يعني بصراحه ربنا يستر ونشوف موسم زي الزفت على